السلام عليكم، عاملين ايه واخباركم ايه؟ فيديو مختصر. النهارده عيد ميلادي، كبرت سنة. معرفش، مؤخرا كده بقى من الروتين ان انا احس بشوية خضة كده وشوية حكمة في نفس الوقت. ببقى عايزة انقل حكمة او انصح حد بحاجة في السنين اللي فاتت. معرفش ايه اللي بيفرق امبارح عن النهاردة في ان انا بقول الكلام ده النهاردة، او بيجيلي الاحساس ده النهاردة. بس مش مشكلة يعني، النهاردة أنا جاية أنقل لك الحكمة. يا رب يا رب تستفيدي منها، ولو معلومة صغنونة قد كده اهو. بصي، أنا هقول لك النهاردة على 5 نصايح أنا اوريدي بقولهم لبنتي، ومش شرط تكوني صغيرة أو كبيرة أو في عقدك الرابع زي كده. بس هو حاولت إن أنا أقول أكتر 5 حاجات أنا فعلا بفكر نفسي بيهم تقريبا كل يوم. ولازم، عارفين المثل اللي بيقول تحطيها حلقة في ودنك، أو تحطيها حلقة في ودنك، تحطيها خلفية موبايلك، تحطيها لوحة قدام سريرك كده يعني. آه، النصيحة الأولى أو القاعدة الأولى تقول إن محدش بياخد كل حاجة في الدنيا. فعلا محدش بياخد كل حاجة، محدش واخد 10 من 10 في كله. 100% مش موجودة. احنا بنتكلم على ارض الواقع، يعني لو اتكلمنا في توازن حياة وفي جميع الجوانب، محدش واخد 100%. شاطرين وبوسة والدرجة النهائية وكده، لا، في الدنيا مش موجودة. لازم تكوني عارفة، لو انت شايفة ان حد واخد 100%، لو انت شايفة حد كامل مكمل عنده كل حاجة، فلازم تكوني عارفة ومدركة الحاجة صغنونة جدا 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 جدا، ان هو واخد 10 من 10 او 100% اللي انت شايفاها ان هي 10 من 10 او 100%. ماشيها 100%، ماشي، عشان ما اقعدش كل شوية اقول 10 من 10 او 100%. انت شايفة ان الشخص اللي قدامك ده النموذج، لان هو واخد 100%. عنده بقى فلوس، عنده شهرة، شكله حلو، عنده عيلة داعمة، تعليم كويس، لغات، بيسافر، بيوت، عربيات، ولاد، يعني كل حاجة. تأكدي ان هي دي، كل اللي انت شايفاه دي برضو مش واخد 100%. برضو في حاجة ناقصة. وغالبا احنا بنبص على الحاجات اللي هي مش فينا او اللي هي مش عندنا، ونقول ان غيرنا طالما عنده يبقى هو عنده اللي عندنا. انا اسفة جدا، ده مش حقيقي. مفيش حد واخد 100%. وفي حاجات بتبقى اهم من الامور المادية اللي احنا بنلاحظها، واللي احنا بناخد بالنا منها، واللي احنا بنشوفها دايما واضحة رؤية العين. الحاجات دي ممكن بسهولة جدا تخلي أي حد يتخلى عن كل حاجة عنده ويسيب الدنيا ويمشي. وفي ناس كتير كده. التاريخ بيقول لنا إن في ناس كتير قوي قوي كده، كان عندهم كل حاجة أي حد على كوكب الأرض يتمناها، ومع ذلك سابوا كل حاجة وقرروا إن هم يبقوا مش موجودين. ماشي. فتأكدي إن مفيش حد واخد كل حاجة، وإنك يكون عندك القناعة دي، هتجنبك مشاكل كتيرة جدا. أي حد هتنبهري بيه، وإحنا دلوقتي في عصر الانبهار على الآخر، القاعدة دي هتقولك إن هو برضو مش واخد كل حاجة. برضو في حاجة ناقصة، برضو أنا في حاجة مميزاني عنه. أنا عندي حاجة مش عنده. هو كده، هي الدنيا كده. ماشي. معلش، الدبوس قرر فجأة إن هو ينتحر، بس خلاص، على سيرة كده يعني. الحاجة التانية اللي عايزة أقولك عليها هو، اسألي نفسك كل يوم السؤال الأهم في الدنيا دي بحالها: هو أنا موجودة ليه وعايشة ليه وربنا خلقني ليه؟ الإجابة المبسطة، الإجابة اللي كلنا حافظينها، الإجابة السطحية، إن إحنا جايين عشان نعبد ربنا ونعمر الأرض. أيوة، بس انتي لو سألتيني وسألتي اللي جنبي، أختي وخالتي ومامتي وعمتي، كلهم هيجاوبوا نفس الإجابة. بس مفيش حد مخلوق علشان يعمل نفس الدور اللي بيعمله اللي قاعد جنبه.
نشوف احنا ربنا أقامنا في ايه، ونسأل نفسنا السؤال ده كل يوم. احنا متربناش للأسف على ان احنا نتكلم في الموضوع ده او نفكر فيه بينا وبين نفسنا، ودلوقتي لما حد بيطرح علينا السؤال ده بنحس اننا مش قادرين اساسا ان احنا نجاوب، ومستغربين السؤال ده كأنه السؤال الفيصلي في أسئلة الثانوية العامة. مع انه اهم سؤال في حياتنا، مع انه اهم حاجة في حياتنا اللي بيترتب عليها انت هتشكلي امور حياتك ازاي وهتعملي ايه وايه السكة اللي تمشي فيها وايه السكة اللي ما تمشيش فيها. فبجد ده سؤال اسأليه لنفسك كل يوم، ولحد ما تلاقي الإجابة المريحة الشافية اللي تريحك وتخلي بالك مطمن وهادي. اسألي نفسك السؤال ده كل يوم كل يوم. لا يمكن كلنا بنعبد ربنا وكلنا بنعمر الأرض. نعمر الأرض يعني بنعمل ايه بالظبط؟ أنا هعمل ايه وهي هتعمل ايه وهم هيعملوا ايه واللي بعدينا هيعملوا ايه واللي قبلينا بيعملوا ايه. لازم. الحاجة التالتة اللي عايزة أقول عليها هي حاجة مهمة جدا بجد، يعني اكتشفتها مؤخرا، ولو إن في حد نصحني النصيحة دي لما كنت في الكلية ما فهمتهاش طبعا يعني. بس دلوقتي فعلا فعلا حاجتين في الدنيا، طول ما احنا عايشين في الدنيا حاجتين بس هما اللي يستاهلوا زعلك. والله العظيم يعني يستاهلوا زعلك ان انت تزعلي، بس طبعا مش هتزعلي لنهاية الحياة والممر، انت هتزعلي برضو بليمت. فالحاجتين دول لما تديهم الزعل بتاعهم ما تكتميش مشاعرك ولا تنكريهم ولا اي حاجة. حاجة زعلتك من الحاجتين دول يستاهلوا انك تزعلي، ايوه هما دول اللي يستاهلوا. وغيرهم اعتبريه بقى يعني حاجة كده في الهوا، ما تسويش اي حاجة، ولا تزعلك ولا تعطلك ولا تاخد منك ولا تقهرك. لا اصل انا بشوف ناس يا جماعة بيزعلوا على حاجات غريبة جدا. في يوم من الايام كنت بزعل عليها برضه. يعني بس فذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين يعني. زي ما بقول لكم النصيحة دي اتقالت لي قبل كده وانا ما خدتش بيها لان ما فهمتهاش. كانت نصيحة مجردة ما فيهاش شرح. انا بقى هديك الشرح. الحاجتين اول حاجة هي الصحة. صحتك تستاهل ان انتي تزعلي عليها. لو صحتك تعبانة ازعلي، عشان الزعل ده هو اللي هيديك الدافع انك تحسني من نفسك وتحسني صحتك. قدر ربنا انك فقدتي حاجة صحية في جسمك او في عقلك او في ايا كان، بتزعلي وتستاهل انك تزعلي بليمت. لكن الزعل يعقبه صبر لو المشكلة الصحية دي ملهاش حل. فلازم تكوني عارفة ان انتي صبرك عليها بتؤجري عليه اجر كبير جدا اكبر مما تتخيلي. الموضوع ده كبير يا جماعة، على فكرة الموضوع ده كبير. ربنا هو اللي ادانا صحتنا وجسمنا وعقلنا ونفسيتنا وأعضائنا وكل حاجة، وهو برضو اللي الحكمة معينة ممكن يكون بيدينا حاجة، يعني رسالة مادية واضحة جدا في موضوع صحتنا وجسمنا بالذات للناس اللي ربنا يعافينا ويعافيهم يا رب ويشفي عنهم. ربنا قادر على كل شيء ان هم يخفوا. بتبقى رسالة، بتبقى رسالة وحكمة. والزعل فيها لازم لكن بليميت زي ما قلت لكم. ما زعلش واخليها نهاية الحياة، لا هي مش نهاية الحياة، الحياة بتستمر بعدها. لكن لو في طريق للتحسين والتطوير واني اخد بالي ارجع خطوة لورا واشوف الموضوع كده من بعيد، اقدر احسن صحتي ازاي. لان صحتك ببساطة هي ثروتك، صحتك هي اولويتك، صحتك هي آه يعني هي الحاجة اللي هتخليكي تعملي اي حاجة. فمهمة يعني ثروة البني ادم في دنيته هي صحته. تستاهل انك يعني نزعل عليها، بنزعل عليها لكن بليمت زي ما قلت لكم. والزعل بيبقى دافع ان احنا نغير للاحسن ونحاول. احنا بنسعى يعني قلت لكم قبل كده احنا بنسعى لكن ما نقفش عندها. عشان برضو في ناس، معظم الناس
للأسف يعني مشكلة صحية خلاص نهاية الحياة وبتاع. أنا محتاجة الكلام ده أكتر منكم، علشان كده أنا بقوله في فيديو. ماشي، فمفيش حد كبير على النصيحة، ومفيش حد بيقول حاجة وبينفذها بنسبة 100%. قلنا ده الموضوع ده مش موجود، لكن أنا بذكر غيري وبذكر نفسي، عشان كده عملته فيديو. الحاجة التانية بقى اللي تستاهل انك تزعلي عليها، الحاجة الأكبر والأهم، والحاجة اللي محدش يقدر يقول إن هي في حاجة أكبر منها، هي الدين. لو في حاجة في دينك انت فقدتيها، أو مقصرة فيها، أو كنت بتعمليها ودلوقتي ما بتعمليهاش، أو مش مقتنعة بيها، أو عندك جهل فيها، ازعلي، ازعلي من نفسك وازعلي على نفسك. دي تستاهل، والله هي دي اللي تستاهل. لو واحدة مثلا ما بتصليش، أو واحدة ما عندهاش علم بقدر معين إن هي الشرائع الدينية، أو العبادات، أو إن هي بتحاول تتعلم كل يوم حاجة في دينها، فمقصرة فيها، ازعلي على نفسك. احنا ملناش عذر. احنا لازم دلوقتي ان احنا نتعلم واحدة واحدة اكتر من اي عصر فات. فبرضه الزعل فيها بليمت. ليه بقى؟ لان احنا ربنا اكرمنا بحاجة اسمها التوبة، ان هو بيعفو وبيصفح عننا وعلى تقصيرنا، لان احنا بني ادمين. فالتوبة مفتوحة في اي وقت لاي حد، ذنب كبير ذنب صغير، تقصير في كل حاجة، تقصير في حاجات بسيطة. نزعل، قوة دافعة، نتحسن، نطور، نسعى، ربنا هيكرمنا ونكون قمنا بأدوارنا. طبعا الأمور الدينية أو دين كل واحد بيشمل حياته، لأن احنا ربنا جعل لنا ديننا هو منهج حياتنا. ف آم، حسني من دينك، تلاقي يعني دنيتك بقت حاجة تانية. تلاقي دنيتك كانت ناقصها حاجات، بتتعوض، زي ما تكوني بتحطي قطعة البازل اللي مش موجودة في الصورة النهائية. اوكي. النصيحة اللي بعد كده، وهي نصيحة مهمة جدا يا جماعة. يعني لسه كنت بتكلم فيها مع واحدة صاحبتي امبارح. آه، الدنيا ما فيهاش حاجة اسمها راحة. مفيش حاجة اسمها راحة مهما بلغت يعني درجة الأنتخة، فهي مش راحة. الأنتخة على فكرة مش راحة. الأنتخة دي مجرد يعني نوم بالبطيء، أو موت بالبطيء، مش نوم بالبطيء، موت بالبطيء. آم، آه، يعني إن الواحد يحط نفسه كده في موضع الولا حاجة، زيه زي أي حاجة. أنت مرتاح؟ طب ما الكرسي ده مرتاح، طب ما المكتب ده مرتاح، بيعمل إيه؟ بيعملش حاجة. مش بتاعتنا الراحة دي، مش بتاعتنا. فخلي عندنا الوعي والفكرة في إننا مفيش حاجة اسمها إن إحنا هنرتاح إمتى. إحنا هنرتاح يعني مفيش حاجة اسمها راحة. إحنا دايما في حركة، ودايما في سعي، ودايما في كده. تعبت من الدراسة، تعبت من الشغل، تعبت من البيت، تعبت من التربية والأولاد، تعبت من الدنيا، تعبت من المصاريف، تعبت من الأحوال. بتاخد حاجة اسمها فاصل ونعود. فاصل، تشحن. عارفين زي الموبايل كده لما يهنج، بناخد فاصل ونحطه على الشحن ونستخدمهوش لغاية ما يشحن ويرجع يعمل تاني، يعمل، يسعى، يقوم بدوره. مفيش حاجة اسمها راحة بالمعنى اللي الناس فاكرينه ان هو راحة. انا هرتاح امتى؟ انا هرتاح امتى؟ مفيش راحة والله. والله ما يعني دي الحاجة اللي مهما فضلتي تسعي وتدوري وتجري وراها مش هتلاقيها، لانها اصلا مش موجودة. لو الإنسان اللي قدامك ده مرتاح بشكل ما، اعرفي ان هو مرتاح لوقت معين كده في الحياة، في عمره. ويصعب عليكي والله لو هو عمره كله فاضي ومرتاح فيه، يصعب عليكي لأنه ما عملش حاجة. هيقابل ربنا في يوم من الأيام زيه زي الولا حاجة، كأنه ما كانش موجود.
ف النقطة دي أنا باقولها للناس اللي دايمًا تقول إيه أنا هارتاح إمتى، أنا هارتاح إمتى. فالدنيا ما فيهاش راحة، لكن فيها فاصل ونعود، فيها فاصل عشان نشحن، فيها حاجات لطيفة وحلوة كتير بتدّينا الشحن والطاقة والفرحة إن إحنا نكمّل في حاجة بنحبها، خصوصًا لو بنسعى في حاجة وربنا أكرمنا، فبنلاقي نتيجة للحاجة اللي إحنا سعينا لها دي قدّام عينينا. فدي من الحاجات اللي بتفرّح حتى لو الواحد تعبان، بس هو لسه بيسعى، تعبان بس مش مرتاح، تعبان بس فرحان، تعبان بس فخور، تعبان بس بيعمل اللي عليه، بيرضي ضميره، بيريّح باله، بيسيبها على الله، يعني كده. بالنسبة لآخر نصيحة المايك قرر إن هو ما يسجّلش، بس أنا هاسجّلها تاني. أنا محتارة ما بين حاجتين مش عارفة أيهم أهم، بس هاختار اللي هتيجي على دماغي دلوقتي اللي هي آه، الكمالية. الكمالية يا جماعة والسعي للكمال بجد يعني الكمالية دي هي عدوتي، عدوتي من صغري، من صغر سني. عارفين لمّا يبقى في حد يعني حد عدو ليكم وأنتم حاطين إيدكم في إيده وماشي معاكم كده طول حياتكم، طالع داخل قايم قاعد، أنتم دايمًا قاعدين مع عدوكم اللدود واللي أنتم عارفين إن هو عدوكم اللدود، أنا كده. الكمالية ما فيش حاجة في حياتي اتعطّلت فيها أو أُحبطت منها أو ما قُمتش بدوري فيها أو فشلت فيها إلا علشان أنا كنت باسعى دايمًا لل100%. حاجة بجد مُدمِّرة وتدعو للانهيار. يعني بجد أنا باقاوم في الموضوع ده، قُلت لكم قبل كده في فيديوهات كتيرة أنا باقاوم في الموضوع ده وهافضل أقاوم أعتقد لغاية النهاية، بس وأنا باقاوم وأنا عارفة إن هي موجودة عندي. دي حاجة، وباقاوم وأنا حاسة بنفسي إن أنا كويسة أو إن أنا كده مميزة، لإن للأسف الكمالية من الحاجات اللي هي العدو اللي متصوّر على إنه حاجة جميلة. إيه يعني لمّا تكوني بتسعي دايمًا لل100%؟ إيه دايمًا إيه المشكلة لمّا تبقي عايزة تتفوّقي، عايزة تسبقي، عايزة تتميّزي، عايزة تعملي الحاجة بأحسن ما يكون؟ أماني دي دايمًا هي اللي بتلاقي الحاجات الضايعة، أماني هي دايمًا اللي بتضبط كل حاجة بتعملها، أماني بتعرف تعمل مش عارف مين، أماني مرهقة، مُعذّبة، مُنهكة، مقرفة. يعني عايزة أقول لكم والله العظيم يعني أنا آسفة في اللفظ، كل حاجة باحزق فيها في حياتي باحزق يعني بتجيب آخر أعصابي بتبقى بسبب الكمالية. مع إنه والله يعني اللي بيجيب 75% ده جيد جدًا، عارفين يعني إيه جيد جدًا؟ very good والله العظيم very good 75% فما بالِك ال80 أو ال70 مالها ال70؟ ال70 حلو، حتى رقم 7 رقم لطيف. فإياكم والكمالية، اللي عنده كمالية يعرف إن هو عنده كمالية ويعرف إن هي هتفضل ملازماه و وهو واعي لها وباصص لها كده. يعني أنا عارفة إن أنتِ نِفْسِك إن أنا أعمل كذا، 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 بس أنا بقى مش هاعمل، ليه؟ لإن عادي إن أنا أغلط، عادي إن أنا ما أكونش 100% عادي. ده يا سلام على الراحة والتلج بقى اللي جوّه صدرنا كده لمّا نحس إن إحنا مرتاحين، يعني نلطف بنفسنا، ده ربنا نَفْسه من أسمائه اللطيف، ربنا بيلطف بينا، ربنا بيقبل غلطنا وبيقبل تقصيرنا وعارف إن إحنا مش كاملين وعارف إن إحنا مش مميزين وإن إحنا ضعفاء وإن إحنا برضه يعني معلش أنا آسفة، الإنسان هلهولة، الإنسان ضعيف، أقل حاجة قد كده بتضيّعه، يعني مش عارفة أقول لكم إيه، في إنسان بكلمة بينهار، في إنسان بكلمة يومه بيقفل، في إنسان بكلمة ثقته بنفسه بتروح، فالإنسان مش قد كده جامد عشان يبقى واخد ال100%. أنا آسفة.
أنا آسفة أيتها الكمالية العدوة اللدودة التي تلتصق بي في جميع الأحوال. أنتِ عدوة وأنا واخدة بالي إن أنتِ عدوتي، ف إن شاء الله يعني ربنا يقدّرنا ويوفقنا إن إحنا نتغلب على العدو اللدود ده، لإنها اجتماعيًا مقبولة، اجتماعيًا حلوة، اجتماعيًا لها بريق، وهي مش الحاجة الوحيدة على فكرة اللي اجتماعيًا لها بريق وهي مضرة ومهدمة للبني آدم، وزي ما تكون بتدّي له كل يوم كده بالشاكوش على دماغه. فعذرًا، عذرًا احذروا الكمالية. فما تنسوش إن الكمالية مش موجودة، والراحة في الدنيا مش موجودة، وإن أنتم تسعوا دايمًا إنكم تسألوا إحنا عايشين في الدنيا ليه، وإن أنتم تعرفوا إن ما حدش بياخد كل حاجة، وإن حاجتين بس اللي يستاهلوا زعلكم، ما تزعلوش على سفاسف الأمور، وما تزعلوش على الحاجة اللي هي طبيعية في الدنيا. في حاجات طبيعية في الدنيا، يعني ربنا قال لنا وما كان أكثرهم بمؤمنين، يعني مش أكتر الناس اللي في الدنيا مؤمنين، فإحنا مش هنقعد بقى نتصدم كل شوية في الناس وده عمل وده سوى وإزاي يعمل وإزاي يتكلم وإزاي يقول في حد بيعمل كده. في كتير كتير، يعني ربنا قال لنا إن أكتر الناس مش هيبقوا كويسين، مش هيبقوا تمام. فما نقعدش بقى نتصدم ونتعطل ونقرف حياتنا على حاجة هي طبيعية يعني في الدنيا ونزعل عليها ونشد في شعرنا وكده. مش قادرة وحسيتي إن مشاعرك خلاص غلباكي، احزني بس بليميت، ما تأفوريش وتنهاري. اوكي، يلا اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.